انت يا الله وربي ما خلق لي روحا إلا حجر من حجار السيل مطروح. يا أخواني الكرام وأخواتي الكريمات، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، ويا 700 مرحبا بكم جميعا. أسعد الشرعي أنتم عارفينه خلاص، لكن الذي ما تعرفوه هو عادل الشرعي. عادل الشرعي الذي هو في الحقيقة توأم أسعد الشرعي، هو فعلا توأم الروح. أبو شهاب عادل الشرعي يعني علاقتي به أعظم من الأخ، ورب أخ لك لم تلده أمك. فنحن ولدنا في يوم واحد، والبيت جنب البيت، والأسرتين كأنها أسرة واحدة، ونشأنا مع بعض وترعرعنا مع بعض، زمالة في الدراسة وزمالة في الرياضة وزمالة في الحارة، وما كنت أفترق عنه يوم واحد، بل طوال اليوم كانت نظرية. هو وكثير حقيقة، في كثير من أصدقاء الطفولة أنا أحييهم كل منهم باسمه وصفته ولقبه، لكنني لن أذكر أسماء حتى لا أنسى أحد. فقط بيت القصيدة اليوم هو عادل الشرعي. تحياتي لكل أصدقاء الطفولة وكل أصدقاء الحارة وكل أصدقاء المدرسة وكل أصدقاء الرياضة وكل الشباب الذي جمعتنا بهم ذكريات قبل أن نغادر اليمن الحبيب إلى بريطانيا. عادل الشرعي رجل نبيل، يعني رجل محبوب جدا، يعني مثل أخوكم أسعد الشرعي. هو أكثر حقيقة، له قبول عجيب، له قبول عجيب، وأينما ذهب عادل تجد له بصمة وتجد له شعبية في كاليفورنيا. هو الذي فرقني به أو الذي جعلنا نفترق هي القربة. هو غادر إلى أمريكا، وبعد سنوات أنا غادرت إلى بريطانيا، ولم نلتقي نهائيا إلا مرة واحدة في 2011. زرته إلى كاليفورنيا وقضيت معه يومين جميلين من أروع أيام حياتي، ومعه كان بعض الشباب أبو صالح ومحمد علي وبعض الإخوة الذين التقيناهم في كاليفورنيا. كما تلاحظون يا أخواني الكرام، هذه بعض اللقطات التي تجمعني بأبو شهاب. شوفوا هذه الصورة الذي ونحن بالزي العسكري، هذه من أيام المعسكرات الصيفية، هذه من 88. لاحظوا الفرق بين الصورتين، الصورة التي تحت من 88 تقريبا، والصورة التي في الأعلى من 2000 تقريبا، ما أدري كم، 20 سنة افترقنا ثم التقينا بعدها. أنا ليش أكلمكم اليوم عن عادل الشرعي؟ إيش اللي خلاني أعمل عليه مقطع؟ لأنه قلت بدل ما ظلي أنا أتألم لوحدي وأعاني هذه الزفرات ولوعة الأسى وحرقة الشوق والألم، والله لازم أعمل منها مقطع، لعل وعسى أني أفك عن نفسي شوية، وربما يؤثر فيكم، ربما يؤثر فيكم، لأن الموضوع بصراحة مؤثر جدا. عادل يا أخواني الكرام أوجعني، والله أوجعني عادل حسين، وهو توأم الروح، وهو أخي وصديقي وحبيبي. أوجعني دون أن يعلم، ونكأ لي جرح، نكأ لي جرح أنا أحاول أن أنساه، نكأ لي جرح أنا أحاول أن أداويه وأداريه ويعني أتعود عليه. فيرسل لي مقطع عادل ويفاجئني أنه قد أصبح في اليمن. بيت القصيد ومربط الفرس يا أخوان أنه عادل متعلق بأمه كثيرا مثلي أنا وهو، ربما من أكثر الأشياء التي تجمعنا باعتبارنا مغتربين، وكل واحد مننا يتعلق بأمه، لكن دائما نتواصل معاهن ودائما لهن حنين. كل ما تواصلت أنا وهو في التليفون ونحن على تواصل دائما، يتكلم عن أمه وأنا أتكلم عن أمي، ولأن البيت جنب البيت فأم عادل دائما عند أمي، أو أمي دائما عند أم عادل، رغم أنهما شبه قعيدتان، يعني مريضات، نسأل الله لهن الشفاء والعافية وحسن الخاتمة، وأن يرزقنا برهما. البيت جنب البيت، فأنا إذا اتصلت بأمي ألاقي أم عادل هناك، وعادل إذا اتصل بأمه يلاقي أم مسعد هناك. يومين، أول أمس يرسل لي مقطع من اليمن، مقطع مؤثر جدا. أنا سأعرض لكم المقطع، مقطع
يا أخوان، والله بكل صراحة بكل أمانة لم أبكي كما بكيت من هذا المقطع. أولا من التأثر الشديد الذي في المقطع، ثانيا لأنه نكأ لي جرح. أنا نكأت لي جرح يا عادل، يا عادل نكأت لي جرح. المقطع عبارة عن توثيق للحظة تاريخية، لحظة أن عادل التقى بوالدته بعد غياب دام ربما ل10 سنوات، ويبدو من المقطع أنه فاجأها. فأحد الذي كانوا معه وثق هذه اللحظة، وثق هذه المشاعر، وثق هذا المشهد الذي سأترككم تعيشون معه بكل تفاصيله. عقب طول الغياب وابعاد درب التغراب، فاز بها ابو شهاب اليوم بين الجماعة، فاز بها الشاب ذي شيب من الشوق شياب، شوق غلا بكفى ومهل 10 ساعة تقرا بقلب الابن من 6 الأحباب، قلبها طاب يوم شافت غلاوات شرعان. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 لا، قلبها طاب يوم شافت غلاوات شرعان. فكوا الباب وذا طيف ابنها قلب الأقراب، خضب أقدامها خضاب من دمع صعان. موقف أعصابي بكى الكل من وصل الأحباب، ثار الإعجاب وبكى كل قامة وقعان. فاز بها ابو شهاب المغترب خلف الأقطاب، بالدعاء المستجب حية وصول الوداع. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 لا، بالدعاء المستجب حية وصول الوداع. ابنها ملا تراب الأرض من دمع سكاب، طاعها واستجاب الله دعاء أمه وطاعا. والتقت بو شهاب واملا بها موق الأهداب، رب الأرباب لمن طاع أمها طاع الشفاعة. ويا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 لا، رب الأرباب لمن طاع أمها طاع الشفاعة. ما رأيكم؟ مؤثر ولا مش مؤثر؟ والله أنه مؤثر جدا. هنيئا لأبو شهاب، هنيئا لعادل الشرعي، هذه اللحظات التاريخية. طيب أنت سعد الشرعي، إيش الذي آلمك في الموضوع؟ صحيح مؤثر، لكن لماذا تقول أنه عادل الحسين نكأ لك جرح وآلمك وأوجعك بهذا المقطع؟ أنا والله تمنيت أنه لم يرسله لي إطلاقا. هو فعلا سبب لي ألم شديد هذا المقطع لسببين. أولا أنه أنا أتمنى هذه اللحظة الذي عاشها صديقي وأخي وزميلي وزميل الطفولة وتوأم روحي عادل الشرعي. أنا
أنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر. فمجرد أن رأيت المقطع هذا هيج فيني حاجات ما عاد قدرت أوقفها، ما عاد قدرت أوقفها أبدا. شعرت أنه أريد أطير، تمنيت أنه اليمن قريب أهاجر لو كانت المخاطر كيف ما كانت المخاطر. قلت والله أنني سأذهب لزيارة أمي الذي أتمنى أن أراها منذ زمن، وأنا أتمنى أن أرى أمي، لكن بسبب المواقف السياسية الذهاب إلى اليمن غير آمن. لكنني والله أنني سأذهب بعد هذا المقطع والله يخلوني فقط أشوف أمي، وبعدين يعملوا فيها اللي يريدوا، سواء كل الأطراف السياسية اللي هم غاضبين على أسعد الشرعية في اليمن. من جهة ثانية اتصلت بالوالدة، ألاقي هي أيضا وصلها المقطع، فنكأت لي الجرح أكثر. أمي تقول لي شوف يا أسعد، عادل أجى عند أمه وأنت ما جيت عند أمك. كيف أقول لأمي؟ كيف أفهم أمي؟ كيف يعني؟ خنقتني عبارات ما عدريت كيف أمسكها. وأنا مع أمي في التليفون قلت يما والله العظيم لو أقدر أجي لك، والمشكلة أني تقول لي مشتاقة لك تعال، ولما أقول لها خلاص أجي يما خلاص وإن شاء الله ويكون، قالت لي لا 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 تجي، لا يؤذوك. كيف نصلح؟ كان الشعور قاتل، كان الشعور قاتل والشعور مؤلم ولا يوصف أبدا. جلست أكلم أمي وفرحت، أنا فرحت والله، فرحت جدا لعادل الشرعي على هذا اللقاء التاريخي، ولأنه التأم بأمه، وأنا وهو على مدى سنوات نتكلم، ويكلمني عن أمه وأنا أكلمه عن أمي، وكل مرة أكلم أمي أكلم أمه ويكلم أمه، يلاقي أمي عندها وهكذا. فجأة يلاقيه هو عند أمه وأنا بعيد من أمي الذي أتمنى أن أراها أكثر من 9 سنوات، أكثر من 9 سنوات ما عاد قدرت أسافر اليمن، والقلب يشتاق للقاء الأم. يا أيها المتابعين كلكم، يا من تشاهدون هذه الحلقة، أسألكم بالله الذي عاد أمه على قيد الحياة وما هوش بار بأمه، وما يقبل أمه على رأسها ويبوس ركبها ويبوس أقدامها، والله إنه شقي، أقسم بالله إنه شقي الذي أمه عنده. ما أنا شعوري ما أقدر أتخيل مدى السعادة الذي للإنسان الذي أمه عنده. شيء يا أخوان، تقوم الصبح تلاقي أمك قدامك، تلاقي أمك تبوس رأسها، تشوف هذا الوجه تدعو لك. الله احمد والله الذي منكم أمه عنده يقوم يبوسها الآن على رأسها ويقبلها على رأسها، والذي هو منكم عاقل أمه، وينك رايح يا شقي الذي منكم عاقل أمه ولو أبسط العقوق، أف ولو أف. الأم أو الوالد أو الوالدة، اتق الله، خاف والله. الذي هو في حالتنا بيتمنى يشم ريحة أمه، الذي إحنا بعيد ومحرومين من أمهاتنا نتمنى نشم ريحة الأم، وانت أمك عندك وما تعرف النعمة الذي بين يديك. وعد بعضكم عاق، وعد بعضكم يعقها، وعد بعضكم ربما يهجرها، وعد بعضكم ربما يكشر في وجهها. الله في الأم، الله في الأمهات. أنا حبيت أنه أقول هذا الكلام من ألم، والله من ألم يا جماعة. أنا أتمنى أن أنتم تدعوا لي كلكم يا أخوان، تدعوا لي كلكم أن الله يسهل لي طريق لزيارة الوالدة، قولوا آمين، وأن يجعلني وإياكم وزميلي وحبيبي عادل الشرعي وكل زملائي وكل الإخوة وأصدقاء الطفولة كلنا الذي أمه ما زالت على قيد الحياة، نسأل الله أن يجعلنا بارين بها. يظل الرجل طفل حتى إذا ماتت أمه شاخ فجأة، حتى لو عمرك 50 سنة، حتى لو عمرك 60 70 وأمك ما زالت على قيد الحياة، ما زلت طفلا. حتى إذا ماتت الأم شاخ الإنسان فجأة. أنا لن أخوض في فضائل الأم، فأنتم تعرفون فضائل الأم وماذا قال الله عن الوالدين وطاعة الوالدين، وهذه الأمور كلها أنتم تعرفونها كلكم، لكنني أذكركم وأذكر نفسي. الله في الوالدين، الله في الوالدين، وأمك ثم أمك ثم أمك. نسأل الله يا أخواني الكرام أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وكل الشكر لزميلي وحبيب القلب عادل الشرعي الذي سمح لي أني أنشر المقطع،
وألف تحية لعادل ولكل الزملاء، والله أسماءهم حاضرة، أسماءهم حاضرة وهم يشاهدوني الآن، وأنا متأكد أنهم يشاهدوني، الذين سافروا أمريكا بعضهم، والذين سافروا بريطانيا، والذين في السعودية، والذين في دول مختلفة. كلكم يا أخوان الكرام، يا زملاء الطفولة وزملاء المدرسة وزملاء العسكرة وزملاء الرياضة وزملاء الطفولة والحارة، كلكم الله يجمعنا وإياكم إن شاء الله على خير، وسنزوركم إن شاء الله في أمريكا قريب وفي كل مكان، معظمهم في أمريكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.